انقراض الديناصورات من 66 مليون سنة كان خط فاصل، الدنيا اتقلبت، الديناصورات الكبيرة اختفت والثدييات الصغيرة اللي كانت مستخبية خدت فرصتها، يعني من الآخر دي ست كامل. يبقى نلخص: السينوزويك العصر الحديث للحياة، والباليوجين العصور القديمة في بداية جديدة. وده هو المشهد الافتتاحي بعد واحدة من أكبر الكوارث اللي عدت على الكوكب، انقراض الديناصورات. وطبعا لما يكون في كارثه بالحجم ده، السؤال المنطقي: مين طلع من تحت الركام وقرر ياخد الدور الرئيسي؟ احنا واقفين عند سنه 66 مليون سنه فاتت، اليوم اللي الديناصورات الكبيره وقعت فيه من فوق العرش، الكويكب اللي خبط الارض قلب الدنيا، حرايق وغبار مالي السماء وسلسله كوارث بيئيه، يعني ببساطه ريستارت قاسي للكون. طيب ايه اللي حصل بعد الكارثه دي؟ هنا بيظهر دور الثدييات، الماملز، المخلوقات الصغيره دي اللي كانت عايشه طول عمرها في ظل الديناصورات، لا حس ليها ولا خبر، مجرد كائنات صغيره شبه الفئران بتستخبى في الجحور وتاكل اي فتافيت تلاقيها. ولما الدنيا فضيت من الديناصورات، لقينا الثدييات فجاه بتقول: يا سلام، الدور علينا بقى، وابتدت تتنوع بسرعه وتاخد اماكن بيئيه مختلفه، اللي بقى اكل نبات واللي بقى مفترس واللي بدا يجرب يعيش في الميه.